اليوم أود أن أتحدث عن إمكانيات الجراحات ذات الوصول المحدود. فحديث الولادة والرضع. الجراحة في الأطفال في 99% من الحالات تكون معظم المشاكل الجراحية للأطفال إعادة بناء وعلاجية، مما سيمنح الأطفال جودة حياة أفضل مع توفر المعدات الحديثة للجراحات ذات الوصول المحدود حتى لحديثي الولادة والرضع. في المؤسسات الرعاية الثلاثية مثل مؤسستنا، جعلت الرعاية الجراحية للأطفال بأفضل جودة ممكنة، لدرجة أن الطفل يمكن أن يخضع لجراحة كبيرة جدا في أعضاء مثل البنكرياس، الأمعاء، الأمعاء الكبيرة والصغيرة، الكل، الحالبين، الأنابيب التي تأتي من الكل، المثانة البولية، الرئتين، والمساحة بين الرئتين المعروفة بالمنصف. كل تلك المناطق يمكن التعامل معها باستخدام المنظار الجراحي مع فتحات صغيرة جدا يتم إجراؤها، ومع توفر المعدات سنتمكن من إجراء جراحات كبيرة مع ألم أقل بكثير وإقامة أقل في المستشفى بعد الجراحة للأطفال، بحيث يتعافون بشكل أسرع. وفي المستقبل حتى تلك الندبة الصغيرة ستختفي، لذلك لن يعرفوا حتى أنهم خضعوا لجراحات. لذلك كآباء، عندما تسمعون أن طفلكم لديه مشكلة جراحية، يجب أن تفهموا أن معظم المشاكل الجراحية قابلة للعلاج، لذا لا داعي للتردد في الذهاب إلى الجراح والانتظار حتى تتقدم الحالة إلى المرحلة التالية، بحيث تصبح غير قابلة للعلاج أو تصبح قابلة للعلاج بشكل غير كامل. المشاكل الجراحية قابلة للعلاج عند السعي للحصول على الاهتمام في أقرب وقت، ومعظم العمليات الجراحية الآن قابلة للإجراء بطرق الوصول المحدود، والتي لن تترك أي ندبة أو ستترك ندبة بسيطة على الجلد وستزيل كل الندوب في ذهن الطفل، وكذلك للعائلة